والله يا طالب العلم لو تمكنت أنك لا تخرج برا أو بحرا في حال خوف أو أمن ما ضيعك الله، بل تكون مثل الغيث حيث وقعت نفعت. فالله الله في الاستفادة والاجتهاد ومزيد المحافظة على هذه النعمة والأخوة في الله سبحانه وتعالى، فإنها دعوة أهل السنة كلما اجتمعت في اليمن وفي غيره وحصل الترابط والتزاور والتآخي ازداد خيرها وازدادت ثمرتها وازداد نفعها. وإذا شغلها الشيطان بغير ذلك ودخل فيها من لا يهمه أمر الدعوة أو لا يهمه انتشارها ونفعها أو له مقاصد الدنيا من وراء ذلك أفسدها. فما يفسد الدعوات ولا يفسد كثير من العبادات مثل عبادة الجهاد في بلاد كذا ومن عبادة إلا الأطماع الدنيوية والمقاصد السياسية، وإلا فهذه العبادة عبادة طلب العلم محسودة مغبوطة. ويحب كثير من الناس أن يسيسها، يذهب يسيس ويذهب. هذا الذي صار يهز المنبر يذهب ممكن يتفندم عسكري يعطوه وظيفة، ما في مانع يعطوه وظيفة كبيرة، هذا رجل له أهلية أن يكون، والثاني ممكن يذهب كذا وممكن يذهب كذا حتى تتفلت الضيع. ما عاد صار للناس نظرة ثاقبة إلى الموظفين في كثير من البلدان، يعني عبارة عن جهات جامعيات وما إلى ذلك، صار لهم نظرة إلى الدعوة الصافية العلمية دعوة التوحيد والسنة في مثل هذه البلاد. فلنكن عند حسن ظن الناس بعد مراقبة رب العالمين